يا جماعة أنا بس نفسي أفهم إيه اللي يخلي واحد يظهر جنب بنت رئيس أمريكا يرقص ويعلمها الحركات دي؟ مش أولى تعلمها يعني إيه سلام؟ مش أولى نعلمها إننا عندنا قيم ومبادئ قبل ما نرمي نفسنا في حضن الغرب ونقول كوكاكولا يا ابني؟ هو فاكر إنه بكده هيكسب احترامهم؟ لا يا صاحبي، كده بيخسر احترام نفسه الأول. الغرب مش هيقدرك لما يلاقيك بتقلده، الغرب هيقدرك لما يلاقيك واقف ثابت معتز بدينك وهويتك. أنت نجم ماشي، بس يا ابني انت متصور مع عمير ادم عامل اعلان لكوكا كولا رامي نفسك في حضن امريكا، ومفيش حاجه من ده بتخدم القضيه اللي المفروض تدافع عنها، ومفيش حاجه بتخدم القيم اللي المفروض تمثلها. النجوميه الحقيقيه مش مظاهر مؤقته، مش بشهره وهميه باموال واعلانات وتصرفات تمشي مع الموضه. النجوميه الحقيقيه انك تكون قدوه، تبني قيمه، تسيب اثر للناس تفتكرك بيه بعد سنين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفشوا السلام، السلام مفتاح القلوب مش الرقص اللي بيضيعها. وفي الآخر الغرب عنده رقص وأغاني تكفي قارات، لكن اللي مش عندهم الرحمة، المعنى، الإنسانية، وإحنا أولى نعلمهم ده، مش نروح نتعلم منهم إزاي نتمايل قدام الكاميرات. لو عجبك الكلام اشتركوا في القناة وفكر شوية قبل ما تتابع مين وليه. سلام.